بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالإخوان متتبعي قناة مفاتيح تاريخية. في هذا اللقاء اللي غنكملوا فيه دائما الحديث عن ما جرى من أحداث الصحراء المغربية. 34 سنة ديال الظلم، سنة ديال تشتيت شمل القبائل الصحراوية، سنة ديال العتوة الفرنسية، سنة ديال الجبروت، سنة ديال الطائرات والقنابل والسموم اللي طلقات باش تردمات الآبار وتسمات الصبخات وتقتلات الجمال والإبل وتحرمات الناس من حرية المرور، وأصبحنا كان لي سي باسي. بدينا كنشوفو تهجير قسري للمراكز الفرنسية بالجزائر ولا بموريتانيا. حاولت اسبانيا تنتفض لان تعرضت لهجومات داخل البرلمان. الحكومه الحاكمه انذاك وابل من الانتقادات، ما درتو والو، ما قديتوش. الصحراء غلباتكم، شوف فرنسا اش دارت، فرنسا سرقات لكم الارض وسرقات لكم القبائل، فرنسا كتحرر، فرنسا كتبني المستعمره ديالها، حنا مشينا للهواء واحد النهار غادي تطب فينا وغادي تدي لنا حتى لي كناري، والانجليز مزيرانا في اوروبا. خطيره هاد المسائل. قررت اسبانيا بسرعه القيام بعمل عسكري وهو الانزال الاسباني بساحل افني في افريل 1934، وحاولت ترد بقوه عسكريه على سياسه الاستسلام ديال القبائل لفرنسا. قالت غادي ندخل نحتل افني. ولكن هنا مساله كاينه توضيحيه قبل ما نوقفوا على هذه المساله. وقتاش كانت اسبانيا كطالب باحتلال افني؟ المغاربه راه ما عارفينش هذه الحقائق. 1934 عاد دخلت ليه من عام 1883. 1883 منين هازمنا، تبعوا معايا الاحداث، منين هازمنا في حرب تطوان 1860 بتدخل فرنسي انجليزي اللي رجعوا الكفه ديال الصبليون. راه حنا غلبنا الصبليون، لولا دائما كيما دحينا الصبليون وكنا غادي نحرروا الصحراء في 58 جاتنا فرنسا ودات لنا لوبيراسيون ديال ايكوفيون وقتلات لنا ولادنا جيش التحرير باش ما ناخذوش الصحراء. شفتوا التاريخ شحال ماكير، الاحداث كتتكرر، الشخوص كتبدل، ولكن الهدف واحد. منين هزمنا في حرب تطوان فرضت علينا اسبانيا معاهده في عام 1860 نتخلاو ليها على قطعه ارض في الصحراء باش تعاود تبني مركز للصيد البحري اللي كان عندها في القرن 15. هادشي راه حنا شفناه، اللي ما عرفوش يرجع للقناه مفاتيح تاريخيه، راه كاين 520 فيديو، تبعوا معايا وغادي تستافدوا. فشلات، ما قداتش، درت معاهده ولكن ما طبقاتش. علاش ما طبقاتش؟ وانا كنظن كما كتعرفوا نتوما، الا كان الانسان ضعيف ونهزم وجبتي باش دير معاه معاهده راه كتمني عليه، كتفرض عليه. ما قداتش. علاش في نظركم ما قداتش؟ شهامه السلطان انذاك محمد الرابع رحمه الله، والجنود الاشاوس والمفاوضين والعمال والخدام ديال الاعتاب الشريفه، والولاء والاخلاص ديال القبائل اللي كانوا بالمرصاد. وخاصه ملي كتجيك رسائل سلطانيه من عند السلطان ولا من عند ولده مولاي الحسن الاول تيقول لك ودير سيدي حراسه مستديمه على السواحل باش نمنعوا تسرب الاجانب. ارى ان الولاء والاخلاص تعيين نائب سلطاني بالاقاليم الصحراويه كيمثل الشيخ من العينين الفقيه العلامه الجليل الذي اخلص واوفى لمعاهد الله. اعطي القبائل ديال ولاد الدليم شرفاء الحقوق ديالهم باش يكونوا هما العيون ديالنا
والحراس ديالنا ديال الحدود ديالنا في واد الذهب. شوفوا ظاهره ديال التوقير وديال الاحترام للمجاهدين الابرار اولاد الليم في واد الذهب. شي واحد يتنطع يقول لك ماشي ديالكم. شوفوا الشرفاء الرقيبات شحال من قيد من عهد مولاي الحسن الاول هو معين عندهم. شوفوا العروسيين، شوفوا ولاد تيدرانين، شوفوا فيلاله، شوفوا ازرقيين، وشوفوا توبات، وشوفوا الفويقات، وشوفوا زوافيض. لائحه طويله ديال الباشوات وديال القياد وديال العمال وديال الفقهاء وديال المحتسب وديال العلماء وديال الامناء الطبجيه كلهم. هاكدا كان المغرب واخا منهزمين، والله ما عطيناهم اسبانيا، والله ما داو شي طرف. هبطوا في بعثات استكشافيه مع مهندسين ديال المغاربه تيبحثوا على الاثار والبقايا ديال الحصن. كانوا قالوا حكاره كان عندنا، هو اللي كنسميو دائما مسمار جحا باش يدخلوا لنا الصحراء. الله ما خلاهم المغاربه، لكن هزمنا واش ما داوش افني. من عام 1860 حتى 34 حسبوا معايا 40 30 70 74 عام. راه ثلاثه الاجيال اخاي، 25 25 25 ثلاثه الاجيال، والله ما داو لا حق لا باطل حتى 34. شكون اللي منعهم؟ قوة المغاربة، شمل المغاربة، جمع المغاربة، السلاطين العلويين، مولاي عبد الرحمن وسيدي محمد عبد الرحمن ومولاي الحسن ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ ومولاي يوسف محمد الخامس. والله ما داوها حتى العام 1934. حنايا ضايخين مع فرنسا في 34 ودايخين من الاحداث. جات هي وجابت العسكر بقياده الكولونيل كاباز. واش بسهوله؟ كانت انتفاضه وكانت مقاومه رغم القله ديالها. راه حنا مطوقين ما تدخل لا زرع لا ضرع لا سلاح لا قرطاس. حاولات اسبانيا تحتل مناطق في الصحراء لانها كانت قالت كما قلت لكم لفرنسا انا ما زلت كنجهل المناطق الداخليه ديال الصحراء، ما قاداش ما عارفاهاش فين غنمشي للهلاك. لا، لان لابد باش نقولوا على ان مناطق في الصحراء ديالنا بقات بحال العزبه عذراء. ما قداش الاقدام الخشنه ولا الاحذيه الخشنه ديال العسكر ديال اسبانيا ولا ديال فرنسا يدخل ليها. حتى العام 1935 عاد فرنسا اسبانيا غتستطع تحتل عين النخله وسيدي احمد العروسي وزاويه السماره وتبني مراكز عسكريه جديده في قلت الزمور وفي الترف عبا وفي ميجيك وفي تلاعرج وفي اكنيد وفي الزوق وفي تيشلا، وكلها مناطق تقع في مناطق صعبه الوصول اليها. ولكن بفضل التقدم لان راه ولات عندنا لاندروفير السياره، ولات عندنا الوسائل ديال السلكي ولا سلكي الهاتف اللي كيوصل. اصبحت السلطات العسكريه الاسبانيه متواجده في هذه المناطق الداخليه وتفرض رقابه قويه على التحرك القبائلي. لكن بقات قبائل دائما مناوئه لم تستسلم وفضلت تمشي تعيش في المناطق الداخليه واخا صعيبه قاحله شحيحه من حيث موارد العيش، لا ماء لا كلاء، مثل القائد المحنك اسماعيل بن الباردي والفخده ديالو رفض الاستسلام وبقى كيدافع عن الحريه ودخل لداخل وغادي يعاود يحن. هذا الرجل كان الله يرحمه شحال كان عظيم. ملي بدا عاوتاني جيش التحرير جا حمل السلاح من الداخل وجا تيقاوم بقى حتى مات. هذه لمحه جد مقتضبه على ما حصل في اقليم سيدي افني.
واللي خطير خص الولاد يعرفوا سيدي إفني والناس ديالو الشرفاء يتبع عمران ما كانوش ساهلين، ما كانش الدخول للإنزال سهل. بقينا عصبة في الريق مع عصبة اليوم، تقاتلنا متنا، ولكن ما هزيناش الراية، بقينا كندافعوا داكشي اللي بقى عندنا حتى يديه الله سبحانه وتعالى. هكذا كانوا، وكما كنشوفوا راه باقيين وليداتنا الحاليين دابا الصغار ما تعرفوش هذا الشيء، لان دابا تيقول لك راه سيدي افني راه يتبع عمران، راه يتبع عمران، راه الولاء والوفاء اللي عطاوه قل نظيره. علاش؟ ناس ديال الشرف، ناس ديال التجاره، ناس ديال الاخلاص، ناس ديال الوفاء، واخا غادي تعرض عليهم اموال طائله، حتى الجنسيه بالنسبه لهم كتجي ورفضوها. هادشي غادي نخليوه لحلقات اخرى، ولكن الشرف الكبير تجمع فيه المغرب كامل والمغاربه كاملين. دائما تنقول لكم هاد الاحداث اللي كاينه في الجنوب راه يوازيها ما يقع في مراكش وفي الرباط وفي سلا وفي وجده وفي تطوان خاضعه للاستعمار الاسباني هي الاخرى. راه كنا المغاربه هذا باش كنسميو حنا في التاريخ عندنا الدوله المغربيه، الدوله الوطنيه، المغرب العميق. فين ما كانت الدرابو المغرب والريحه ديال البيع والولاء كيموتوا عليها المغاربه، كما وقع العافيه دابا شفنا فؤاد الذهب ولا في سيدي افني، راه واقعه في الريف، وواقعه في طنجه، وواقعه في الوسط، وواقعه في الاطلس الكبير والصغير والمتوسط، وواقعه في سفيلات وفي واد نون. والله ما تهنت فرنسا، وحنا غادي ندخلوا معهم في حرب اخرى، حرب كلاميه مع رجال الحركه الوطنيه. غادي نواصل الحديث، ودائما رمضان كريم. في حلقه مقبله دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.